بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم عندي في قناة زيا كويزين. ان شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة. اليوم جيتكم بوصفة حباباتي، وصفة بنينة ونحبوها كامل الجزائريين، اللي هو مقرة العسل. وصفة تقليدية 100% ملمسة عصرية. ان شاء الله تعجبكم الوصفة. نروحوا مع بعض المقادير. هنا عندي 3 كيلات تاع سميد متوسط، سميد تاع المقروط. انا استعملت سميد سيم. 3 كيلات مع كيلا غير ربع تاع سميد رطب، قرصة تاع الملح، واحد النص مغرفة. وللامانه درت سمن، درت تاع مدينه كما كنتو تشوفوا فيه. نذوبو ونخلوه يبرد كما كنتو تشوفوا هكذا. نذوبوه كما قلت لكم، نفرغوه، خلوه يبرد مليح ونفرغوه في الكيله ناقصه اندوا. نكملوها نفيضوها بالزيت، لاخاطرش المقروط تاع الكوشه يحب التبساس اكثر من تاع المقله ومام العبر. كي تعبروا السميد كيما حنا نقولوا تفيضوا ذاك الكيله، تعمروها بزاف. لازم السمن ثاني تعمروه بزاف. اذا مسحتوه الكيله تاعكم ديروا كما نقولوا حنا ليدام يكون ممسوح. وشنو تاع الكوشه يدي شويه ليدام على تاع المقله، خاطر انا مضاري ندير تاع المقله وندير تاع الكوشه. هذا تاع الكوشه يدي يشرب، كي تبسوه مليح يجيكم طري. كما كنت تشوفوا ديك العمليه اللي درتها، هزيت السميد في يدي باش تشوفوا كيفاش يكون سميد. اسكو اذا تشقط لك في يدك يعني السميد تاعك وخاصو تبساس، اذا كانت ملمومه يعني السميد تاعك راه سوسوه في التبساس تاعو. وهنايا العقده ديروا 3 عبار مكسرات مع نص عبر تاع السكر، ما نكثروش الحلاوه، نص عبر سكر. ونديروا معاهم مغرفه تاع قرفه مرحيه، وندير 2 مغارف تاع سمن باش يجي طري ما ينشفليش العقده، ونلمها بالماء زهر. هذا ما كان. وهذا الماء كنت تشوفوا فيه ماء دافي، نزيد ندير نص كيلو ماء دافي مع نكملها بالماء زهر. والكيل اللي تديه لك للماء اللي تديه للماء تديه كيما حنا نقولوا للسمن. الكيله تاع اللي درتيها سمن تديكم ماء، وبالك يشرب لكم يديكم اكثر. المهم ديروا كيله فيها الماء والسمن. وانا شوفوا هذا الطابع حبيت ندير به، نديرهم اون فورم دو كور يجوا شابين. نبدلوا شويه. وهنايا كما كنتوا تشوفوا انايا السميد تاعي بيته، درتو في الليل كي هو كالعقده للصباح باش نخدم به. دوك تشوفوا كيفاش، شوفوا بالك راه يبان لكم كي شغل شارب يولي يشرب مليح يولي طري. الحبه تاع السميد تسيبوها شربت مليح وطرات، ماشي كيما ديروا فمفم. دوكا وحده تكون مزروبه، البنات هذو اللي يتعلموا اذا كنتي مزروبه على الاقل خليه 4 سوايع كما حنا نقولوا. ديريه الصباح وبعد الفطور صنعيه. اذا كان عندك الوقت ديريه في الليل الصباح باش شوفوا كيفاش لمت روحها. شوفي تقيسيها ما تنحلش. يعني هنا راه هذا هو العبر تاعو. كما قلت لك الا كنتي مزروبه ديري صباح والعشيه خدميه. عندك وقت بيتيه، من الاحسن انك تبيتيه. ودركا تبداي تشربيه غير بالعقل، ما تشربيش كامل هذاك السميد تاعك. شربي غير كيما نديروا هاك تاع القالب اللي نقلوه، نديروا غير قد قالب. هنايا انا ندير غير بالكميه القليله، نشربو مليح ونحطو بجيه. ونبدا شوفي لا كونسيستونس تاع العجينه اللي نوري لك فيها، ما تكونش جاريه. اذا جريتي العجينه يجيك المقروط يابس زي حق يتلم روحه. هنايا انا درت كنت عبرت قيست في ذاك الاخر، راني درت حبه من قبل باش ندير الميزان تاعي. انا طاحت لي 40 غرام، رفت لي هذا الاخر بالعقده رفت لي 40 غرام. ودرت 15 غرام 14 15 تاع العقده باش تجي معمره شابه بالعقده ما تجيش فارغه. وانتي اذا حبيتي ديري اكثر ما عليك غير ديري. هنا للمبتدئات اللي تعلموا ديروا هذا الميزان تاع العجينه وتاع العقده يخرج لكم سوا سورتو الا درتوا هذا القالب. الا عندكم قالب واحد اخر وتعبري من قبل ديري بوله تاع العجين تاعك وديريها داخل هذاك القالب تاعك سيي. ومن بعد باش تبداي تصنعي ديري العبر تاع العجين والعبر تاع الاخر. تحطي هنايا المول ما ديريهش قباله هكذاك، ديري بابي سيروفان ولا ساشي عندك ولا باش الحب. شوفي ديري تحطي مليح ومن بعد تضغطي باش يخرج لك هذاك الرشمه تاعو. ضغطي مليح ما تخافيش. ومن بعد كما كتشوفي عبزي تخرج لك الحبه مليحه. والساشي دائما ديري بالساشي
للامانه باش يخرج لك مليح. الحبه تاع الكاطو تاعك ما تخسرلكش وما تلصقلكش في المول. سما ساشي يساعدك. هاي انا درت كامل حبه تاع لا كونتيتي تاعي تاع سميد، كملتها كامل، نستفها في سنيوه. اذا عندك سنيوه تلصق دهنيها من الافضل، ما عندكش ديريها هكذاك وطيبيها على 160 درجه حتى يحمر لك من الفوق من التحت، ياخذ لون شباب كما كتشوفي هكذا. ما تحمريش بزاف حتى يتقرقش ييبس، ديريه صفر دوغي مع تزيدي له العسل يبدل اللون. هنا انايا عسلته في الاول بعسل خفيفه، هنايا ديري عسيله سوا طيبيها سوا تكون عسيله خفيفه. المره الاولى نشربوها ومن بعد باش نعاودوا لها المره الثانيه بعسل يعني تكون ثقيله. ومن بعد هنايا شوفي قبل ما تعسلي هنا اللقطه فاتت، تمسحي المقروط تاعك، مسحيه باسكو يقيس داك الحبات، سيرتو لا كان حرش شويه. انا شويه جاني حرش السميد، لازم تمسحيه باش علاش باش العسل تاعك كما حنا نقول ما تلفتش هذوك الحبيبات كامل. وبعد كي تغطسي غطسه واحده اخرى يطلع لك كاع من الفوق الاخر الشكل تاع المقروط ما يجيكش شباب. هنا بعد لي عسلته وزدت عاودته شبحته بالجلجلان. انت تحبي ديري كشحه مكسرات من الفوق ولا اشبح يعود ليك انت يا عزيزتي المبتدئه. انا درت له غير الجلجل. هاو حبيباتي المقروط تاعي بعد لي وجد جا بنين وهايل ويتفتت غير وحده. جربوه مش راح تندموا فيه واكيد راح تنجحوا فيه. ما عليا غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.